عمرك سولتي راسك علاش هاديك الروينة اللي في الداخل ديالك مبغاش تسكت؟ علاش هداك الحريق اللي في كتافك كيرجع دائما؟ واخا كدير المساج، واخا كتاخد الدواء، واخا كترتاح، واخا كدير كاع داكشي اللي عليك. بزاف منا كيعيشوا منفصلين على الذات ديالهم، كيحسب لينا باللي الجسد هو غير وسيلة باش كنتحركو، بحال شي وسيلة نقل كنهزو فيها راسنا من بلاصة لبلاصة. ولكن الحقيقة هي أن الجسد ديالك هو الصندوق الأسود ديال حياتك، هو اللي كيسجل الصدمات، كيخزن الخوف، وكيجمع حتى كاع هذاك الكلام اللي كنا باغيين نقولوه وحبسناه في الداخل ديالنا. تخيل معايا باللي الذات ديالك بحال شي دار كبيرة. العقل هو الضوايا اللي الفوق، ديما شاعل فيه الضوء وديما فيه الصداع. ولكن الجسد هو الساروت ديال هذاك البيت اللي لتحت، هذاك المكان فين كنجمعو كاع هذاك الشيء اللي ما بغيناش نشوفوه، كاع هذاك الأسد القديم، وكاع هذيك الغبرة اللي تراكمات مع السنين. أنا زينب، واليوم غنديك معايا لواحد الرحلة لوسط هذا الدار، لوسط مملكة النفس ديالك. غنوريك باللي الجسد ديالك ماشي عدو، هو غير رسول كيحاول يحميك بواحد اللغة اللي ربما نسيناها مع الوقت. احنا غالبا كنعيشو غير في الافكار ديالنا، شنو غادي ندير غدا، وعلاش وقع ليا هكا البارح. العقل ديالنا ديما مسافر، ولكن الجسد ديما كاين، وديما كاين هنا في هذه اللحظة. فاش كنكونوا مضغوطين ولا خايفين ولا مقلقين، الذات ديالنا كتوجد راسها للمواجهة. إلا ما خرجناش هذاك التوتر بالحركة ولا بالبكاء ولا حتى بالهضرة، نظركم فين كيمشي هاد التوتر كيتخزن وسط العضلات ووسط العظام ديالنا ووسط الأعضاء ديالنا. الجسد ديالنا كيولي بحال شي بونجا أو إسفنجة كتشرب التوتر ديال النهار كامل. فكر في كتافك، علاش دائما طالعين جهة ديال الودنين ديالك؟ علاش ديما قاصحين بحال الحجر؟ هذيك راه ماشي غير عيا ديال الخدمة، هذيك هي وضعية الاستعداد اللي الذات ديالك واخدها سنين هادي، لأنه كيحس باللي الدنيا مبقاتش آمنة. الجسد كيولي هاز السلاح وموجد راسو لشي خطر، واخا انت راه غير ناعس في فراشك ومرتاح، ولكن كتافك باقيين مهزوزين ومستعدين للحرب. اجي ندخلوا لوسط هاد المملكة ونشوفوا الأسرار ديالها. فاش كتحس بالخنقة في صدرك، وكتحس باللي النفس ما كتوصلش حتى للرئتين ديالك، هذيك راه ماشي غير ضيق في التنفس وصافي، هذيك راه هي المساحة اللي خاصك باش تعبر على شكون انت. الصدر هو المكان فين كنخبيو الحزن اللي ما بغيناش نبكيوه. وفاش كتحس بالبطن ديالك دائما مزير ولا دائما فيه الوجع، تما فين ساكن الخوف، تما فين ساكن التوتر من المستقبل، تما فين كنحبسوا الخلعة اللي ما بغيناش نعترفوا بها. اما الظهر والكتاف فهما قصة اخرى. الظهر هو السند، فاش كيبدا يضرك سول راسك بصدق، واش هذا الثقل اللي هز فعلا ديالي؟ واش انا هز هموم ومسؤوليات ديال ناس اخرين؟ حنا كنخافوا نواجهوا المشاعر ديالنا حيت كيجيونا صعاب، فكنخليو الظهر هو اللي يهز الصدمه في بلاصتنا.
ويصبر عليها حتى كيبدا يتقوس. الرجلين هما اللي كيزيدوا بنا للقدام، هما اللي كيخليونا نتمشاو في هاد الحياة ونواجهوا الطريق. فاش كتحس باللي رجليك ديما فاشلين ولا ركابيك ديما كيوجعوك بلا سبب طبي واضح، فكر في هذا الرسالة. الركبة هي اللي كتخلينا نحنيو، هي اللي كتعطينا الليونة. فاش ركابي كيوليو يوجعونا بدون سبب طبي، ربما حيت في الداخل ديالنا رافضين نحنيو شي وضعية او رافضين نتنازلوا على شي حاجة. الوجع ديال الركبة غالبا كيكون عنده علاقة بالأنا. واش كاينه شي حاجة في حياتك ما بغيتيش تقبلها؟ واش كاين شي تغيير كتقاومه وما قدرتيش تساير الموجة ديالو؟ الرجلين والثقل ديال الطريق. الرجلين هما اللي كيعطيونا الجدر. فاش كتحس باللي رجليك تقال بزاف بدون سبب طبي، بحال الا لاصق فيهم الرصاص، سول نفسك، واش انا غادي في الطريق اللي بغيت فعلا، ولا انا غادي في طريق فارضينها عليا الناس؟ بزاف ديال المرات الجسد كيقلل لينا الجهد في رجلينا باش يقول لينا حبس، هاد الطريق راها ماشي ديالك. هذيك الفشلة اللي كتحس بها في رجليك هي دعوة باش تعاود تشوف فين غادي. واش الخطوات اللي كدير اليوم كيشبهوا الروح ديالك، ولا غير كتمشي حيت خاصك تمشي وصافي؟ فاش كتعطي الوقت لراسك باش تحس بلا ما تحكم على راسك، الجسد كيبدا يحس بالامان وكيبدا يطلق هذاك التوتر بوحدو. الشفاء كيبدا نهار كتقرر تجلس مع راسك بصدق وتصنت لهذا الجسد اللي هازك وصابر معك. الجسد ديالك هو المملكة اللي هتعيش فيها حياتك كاملة، تهلا فيه، حيت هو الوحيد اللي غيبقى معك حتى لآخر دقيقة في حياتك. التصالح مع النفس ماشي شي حاجة مستحيلة، هي غير شوية ديال الانتباه وشوية ديال الحب لهذه الذات اللي مسمية أنا. إذا حسيتي باللي هاد الهضرة قاستك، كتب لي كلمة سمعتك في التعليق وقول لي إن بلاصة في الذات ديالك محتاجة اليوم شوية ديال الضوء وشوية ديال الراحة. شكرا على المتابعة، خليتكم على خير، ونتلاقاو في حلقة جديدة باش نكتشفوا مملكة النفس بطريقة أعمق وأفضل وأحسن.